السلام عليكم ورحمة الله. نهاركم مبروك، يومكم موفق إن شاء الله. إن شاء الله تكونوا كامل بخير وعلى خير، تكونوا كامل بصحة جيدة وانتم تشاهدوا في هذا الفيديو. اليوم جيتكم فيديو جديد بوصفة جديدة، يعني هي لي ساندويتش محشيين بواحد الحشو اقتصادي ما فيه لا لحم ولا والو، يعني واحد يعني لي ساندويتش بنان بنان بنان، حتى اللي ما نقدرش نوصف لكم البنة تاعهم. وهادو تخبوهم رمضان وعينيكم مغمضين، يعني ساهلين وتوجديهم يعني بالخف، خاصة للنساء العاملات. نقول لهم هذه الوصفة ليكم. نمروا لطريقة التحضير وبالمقادير على بركة الله. شوفوا هنايا لاباط اللي نديرو بها، هي لاباط تاع المسمن. انا درت شويه ملح، ويعني المسمن عجينه تقليديه، شويه ملح وسميد وشويه فرينه. الا درتي كيلو سميد ديري حوالي كاس تاع فرينه. السميد يكون رقيق، ماذا بكم تختاروا النوعيه الجيده. ودرك نبداو نخلطوا فيهم كيما راكم تشوفوا بهذه الطريقه. والعجينه كي تخلطيها تاع مسمن ما ديريهاش يابسه بزاف وما ديريهاش طريه، لازم تكون حاكمه روحها بزاف باش نطيقو ندلكوها. شوفوا هنايا راهي حاكمه روحها، ما درتها طريه ما درتها يابسه. درك هنا واش نديرو، لازم ندلكو العجينه تاعنا حوالي 10 دقائق، وانتم تدلكو فيها بالكف تاع اليدين، تدلكوها بلا ما بلا والو، تدلكوها غير هكا وحدها. شوفوا المبتدئات اللي يبغوا يتعلموا ديروا الوقت، هي عندكم 10 دقائق وانتم تدلكوا فيها بلا ما، وعندكم 10 دقائق. وشوفوا الطريقه، تدهنوا يدكم بالماء كي تكملوا 10 دقائق تاع الدليك، تدهنوا يديكم بالماء وتزيدوا تكملوا العجين تاع المسمن. غير هكا كيما راكم تشوفوا الصوره يتوضح لكم كلش. تمسحوا يديكم بالماء وتعجنوا 10 دقائق وتحبسوا. هنا شوفوا راني كملت انا 10 دقائق الزاوجه. شوفوا العجينه كيفاش ولات ما شاء الله. درك هنا راني برك شغل نراوح فيها بيديا، ودرك حطيتها بجيه. شوفوا هنا العجينه القوام اللي تحصلت عليه، شوفوا تتكسر غير وحدها. درك خلوها، حطوها فوق البوطاجي وخلوها، غطوها بالبلاستيك حوالي 5 دقائق. وروحوا جيبوا البلا تاعكم اللي غادي ديروا فيه الخبيزات تاع العجين. اي بلا يكون عندكم تخدموا به. انا كان واجد قدامي هذا درت فيه هذا. شوفوا دهنته بشويه تاع الزيت، وراني رايحه نحط فيه الخبيزات تاع مسمن. هذه العجينه تقدروا تخدموا بها المسمن، تقدروا تخدموا بها المحاجب، تقدروا تخدموا بها هذا لي ساندويتش، يعني الاختيار لكم. يعني بعجينه واحده عندك شحال من حاجه تخدميها بها. شوفوا هنايا كي الطريقه تاع التقراص باش نديروها خبيزات كيفاش دايره. والحبه ما تجيش كبيره كبيره وما تجيش صغيره. في هاد لي ساندويتش ماذا بيكم كي تقطعوا هكا ما ديروهاش صغيره بزاف. شوفوا هنا الحجم تاعها كيفاش. هنا راني كملتها. دروك نغطيها بالساشي. دائما يا البنات العجين تغطوه بالساشي باش الهواء ما يضربوش. ونحطوها بجيه بيد ما نوجد الطاجين تاعي يسخن، ونوجد يعني الزيت، ونوجد وين نخدم. شوفوا هنايا دروك نبدا نحل. شوفوا الطريقه تاع الحل تاع العجينه كيفاش. كي شغل كاين المبتدئات، راني نهضر على المبتدئات اللي ما يعرفوش كي شغل يخبزوها، وهي لا، ادهني يدك بالزيت وسرحي العجينه كي شغل مشيها بهذه الطريقه. شوفوا الصوره راهي توضح لكم كلش وكلش على عينكم. درك هنا كي تحلوها بهذه الطريقه واش ديروا، كي شغل تدخلوا ترفدوا العجينه وتجبدوا العجينه تاعكم. شوفوا هنايا تبان لكم، تعرفوا هنايا باللي الوصفه راهي ناجحه 100%. تزيدي تجبدي من الجهه الاخرى. شوفوا الا انتقبت لكم مع الاطراف ما تحوسوش عليها، خاطرش الاطراف غادي تطويها، هي حافظوا غير على الوسط.
شوفوا هنا كيفاش نطوي. نجيب هذه منا ونزيد الزاوجه من هيه، نطويها على 4. شوفوا كي تنتقب في الطرف ما تحوسوش عليها خاطرش راهي رايحه تنطوى. دوك نزيد معكم الحبه الزاوجه. نزيد نسرح مع الاطراف كيما درت في الطريقه الاولى. انا ماذا بيا تفهموا كاع الطريقه وكاع تجربوا هذا الوصفه تاع لي ساندويتش، وتجربوا الوصفه تاع العجينه وتنجحوا فيها باذن الله. هنا شوفوا بعد ما طابلي ما طيبوهش بزاف، غير قد ما يدي هكا شغل يذبلوه بركا قد ما يدي هذيك الصفوريه هكا يبدا يصفر، تقلعوه من الطاجين خاطرش رانا رايحين نزيدو نحمروه. هنا واش عندي واش نحتاج. انا درت الهريسه، زدت عليها شويه تاع مايونيز، عندي بطاطا مقليه، يعني وصفه سهله واقتصاديه ما فيها لا لحم لا والو. درك هنا نجيبو الحبه تاع البيض نقطعوها هكا صغيره صغيره، وعندي الطون ما تكتروش الطون، ديروا غير لوغو برك. شوفوا يعني شوفوني انا شحال درت. وهنايا زدت زيتون حار، اللي ما تبغيش الحار يعني ما ديرش الهريسه، تتخلى على الهريسه وتتخلى على الزيتون الحار، قادره ديري الزيتون ايفيلي. شوفوا هنايا الطريقه تاع الطيب كيفاش نطويهم، نزيروا عليهم مليح. شوفوا هنا هذه الحبه الزوجه، نعاودها نعمرها معكم باش تشوفوا مليح الوصفه كيفاش عمرت. وهنا هاهم ليك درت شويه تاع دهان في الطاجين وراني نحمر فيهم من كل الجوانب. هنا هاهم ليك راهم واجدين، شوفوا كيفاش خرجوا ما شاء الله. جربوهم يا البنات وخلوا لي رايكم في التعليقات، رايكم يهمني. واللي اول مره تدخل القناه نقول لها مرحبا بك في القناه، ما عليها الا الضغط على زر الاشتراك وتفعيل الجرس. شوفوا لي هذيك المصداقيه، يعني لي ساندويش هايلين هايلين هايلين. درك ما نقولكم مع السلامه، دمتم في رعايه الله وحفظه، الى الملتقى ان شاء الله. ان شاء الله يا رب يكون خفيفه على قلوبكم.